السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي مطبخ سمية. الوصفة تاع اليوم هي تحلية بالبرتقال، تجي بنينة بزاف ومكوناتها بسيطة وطريقة التحضير تاعها جد سهلة. نسحق للطبقة الأولى 2 مغارف كبار سكر، 2 مغارف كبار معمرين مليح نشا مايزينا، نص لتر حليب، مغرف صغيرة فاني ومغرف كبيرة ما زهر. في كاسرونة ندير نص لتر تاع الحليب معاها 2 مغارف كبار سكر و2 مغارف كبار معمرين مليح نشا مايزينا، ونخلط كلش بالفوي بارد في بارد حتى يذوب السكر والنشا في الحليب. لخاطركم ما نحركش مليح النشا غادي تكتل لي من تحت في الكاسرونة مي تكون فوق النار. ودروك ندير الكاسرونه فوق النار ونقعد نحرك بالفوي، وهادشي نخليها بزاف تتقال. دوك نوريكم كيفاه تجي. كما راكم تشوفوا هذا هو القوام اللي تحصلت عليه، ما خليتهاش تقالت بزاف. من توصلوا لهذا القوام طفوا النار وزيدوا عليها مغرف صغيره فاني ومغرف كبيره ما زهر وخلطوا. نفرغ الكريمه اللي صنعتها في الاكواب. دروك اخليها تبرد، من بعد ندخلها للثلاجة حتى تتماسك. نبدا في الطبقة الثانية. ودروك نبدا في الطبقة الثانية. نسحق كاس عصير برتقال، قطبت حبات برتقال عصرتهم. الكاس يرفد 250 مليلتر. نسحق 3 مغارف كبار سكر، السكر على حسب درجة الحموضة تاع البرتقال. نسحق مغرف صغيرة معمرة مليح نشا مايزينا. في كاسرونة ندير كاس عصير البرتقال معاه مغرف صغيرة معمرة مليح نشا مايزينا، ومعاه 3 مغارف كبار سكر. كما قلت لكم السكر على حسب درجة حموضة البرتقال، ونخلط بالفوي كلش حتى يذوب السكر والمايزينا في عصير البرتقال. ندير الكاسرونه فوق النار ونقعد نحرك بالفوي حتى تبدا تتقال ونوصل للقوام اللي راني بغيته. كما راكم تشوفوا دروك بدات دير فقاعات، نزيد لها شويه ونوري لكم القوام كيفاش يجي. هذا هو القوام اللي نتحصل عليه. نطفي النار ونقعد نحرك فيها بالفوي حتى تبرد شويه ونزيدها فوق الطبقه الاولى. بعد ما بردت شويه نزيدها فوق الطبقه الاولى. خليها تبرد، من بعد ندخلها للثلاجة تبرد مليح ونقدمها. هذه التحلية تاعي بالبرتقال واجدة امامكم. زينتها بقشور البرتقال مع السلين، التزيين يبقى اختياري. نتمنى التحلية تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تحطوا جيم اذا عجبكم الفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. سلام.